بنتي يا سعيدة، انت يا بنتي يا سعيدة، قافلة على نفسك باب الأوضة وبتعملي ايه يا مقصوفة الرقبة؟ تعالي يا خالتي، كنت قاعدة لوحدي كده، قام الإلهام جالي، قلت بقى أكتب قصيدة شعر. اللهم صل على النبي. هو انت يا بت بتكتبي شعر وانا معرفش؟ من امتى يا بت؟ يعني يا خالتي من يجي 15 16 يوم. لا والله، لا مدة برضو، ده انت اللي زيك يا بت بقوا لواءات. طب سمعيني بقى، حكيم انا اموت في الشعر واحب الشعر، امال ايه؟ وخاصة لو كان لغة عربية، امال ايه هي لغة الضاد في زيها؟ حس كده بقى يا خالتي، مادام طلعتي زواقة اقعدي واسمعيني. سمعيني يا موكوسة، هتقولي ايه؟ شاطرة يا بت، شكلك هتطلعي فنانة زي خالتي. يلا الحديدة معاكي. المانجا قالت للعنب اتلم يا مفرط، مركون وملكش سعر، على ايه بتتشرط؟ زعل العنب منها وراح اشتكى للموز، قال هو ينفع كده او حتى يعني يجوز؟ منها زبدية تعمل كده فيا، ده انا كنت في العنقود جميل وليا العجب، بس الزمن دار بيا وده شيء عليا اتكتب، وانا حقي لو ما جاليش هقلبها قلة ادب، هفضحها في الاسواق واقول بلا اخلاق، ده الكل من هداء والرك عنية، مضروبة في الخلاط مشفوطة بالشفاط، ما فيناش عياط وصوات، سدي بقى عليا، مش عاملة فيها كيوت، مش ماشية ليه مظبوط، عوجة وببوز مخبوط، ده انا نجم اغنية، اصفر واحمر فيه، اخضر كمان تلاقيه، ده المحشي من ورقي والخمرة من مرقي، وانت اما تتفلقي تتحط في زكيبة، اما انا بيتي تكعيبة وعزوتي رهيبة ورصتي عجيبة، ده انا ليا حبيبة. المانجا بصت للعنب وقالت سوري سامحني انا اسفة. ايه يا بنتي اللي انتي بتقوليه ده؟ اقسم بالله العظيم نزار قباني لو سمعك هيضرب نفسه بالجزمة، علشان فكر في يوم انه يمسك قلم ويكتب. هو ده يا خيبة الامل الشعر اللي انتي بتقولي عليه؟ بقولك ايه يا خالتي، مادام الشعر مش عاجبك سيبك من الشعر. بقولك ايه يا خالتي، انت سمعتي عن الفلتر ولا معرفش اسمه الفيلر اللي بينفخ الشفايف ويشفط ويعمل حاجات زي كده؟ ايه رأيك يا خالتي اروح اعمل الحاجات دي؟ يمكن ابقى مزة كده في نفسي، واحد يعجب بيا ويجي يطلبني. يا خيبة الامل الحاجات دي حرام يا بت، ما تخلينيش اقوم انا انفخك بمعرفتي. وبعدين يا بت تغيري شكلك، وبعد ما واحد بيجيلك يتجوزك تظهري على حقيقتك هيطلقك، استفدنا ايه بقى غير ان انا يروح عليا 8 عمليات التجميل على الفاضي؟ كده يا خالتي عمرك ما قلت لي كلمة حلوة ولا جبرت بخاطري. قومي يا بت، قومي يا بت، الباب بخبط، قومي شوفي مين. حاضر يا خالتي انا قايمه اهو، بس اعملي في حسابك انت بقالك فترة كده ما بقيتيش اسم على مسمى خالص. ما هو منك يا خيبة الامل، هي اللي تعاشر واحدة زيك يجي لها الانبساط منين؟ سعيدة راحت فتحت الباب وكان في بنت شابة زي القمر. أهلا أهلا بالضيوف. السلام عليكم يا شابة، هي خالة مبسوطة موجودة؟ أيوة يا أختي موجودة، اتفضلي يا خالتي، واحدة يا خالتي من ذئب الجبل جيالك. بتخرج الست مبسوطة وهي بتقول أهلا أهلا يا حبيبتي، باينلك كده صعيدية، يبقى الحلقة النهاردة هتبقى ضرب نار. كيفك يا خالة؟ أني منى يا خالة، نجوى تبقى مرات أخوي يا خالة، جوت أخويا علينا وخلته عايز يسيب لنا البيت ويمشي، وسيبنا وإحنا بنات ولاية ملناش غيره في الدنيا يا خالة، ده أخونا الحيلة اللي طلعنا به من الدنيا. طب اهدي كده يا حبيبتي، بنت يا سعيدة سيبي القصيدة اللي بتكتبيها دلوقتي واعملي لنا فنجان قهوة. أنا هحكي لك الحكاية يا خالة من أولها. بقى احنا بقى بنتين 2، أنا ودال يا خيتي، أخويا اسمه مجدي، أمنا وأبونا راحوا من زمان، معناش حد غير بعض يا خالة، كنا عايشين زي الفل لحد لما أخوي مجدي كبر وقال إنه عايز يتجوز، وجوزناه. يا ريتنا ما جوزناه يا خالة، جوزناه في بيت العيلة
حاكم عندينا ما ينفعش إن إحنا بنات ولاية مكسورين الجناح نقعد لحالنا. وفلاش باك في بيت العيلة، منى بتقول لأختها داليا: بنتي يا داليا، مرات أخوكي ما نزلتش لغاية دلوقتي ليه؟ هي فاكرة نفسها لسه قاعدة عروسة في العسل؟ دي بقالها 17 يوم متجوزة. أنا هطلع أنكد على اللي جابوها، أخوي نزل الشغل من بدري، هي بقى ما نزلتش ويانا ليه؟ ولا احنا نكونش هنطبخ ونطلع لجنابها؟ لا يا منى، أنا خايفة أطلع ليها. اطلع انت يا اختي، انت قادرة وتقدر تجيبيها على ملوشها. منى طلعت للعروسة: ايه يا خيتي، مش جوزك مشى؟ ما تنزلي تطبخي ويانا وتكنسي ولا احنا هنخدمك عاد؟ مرحب يا منى. لا يا حبيبتي، أنا كنت نازلة. طب اعملي في حسابك، منى دي تقوليها لواحدة صاحبتك، إنما أنا هنا اسم عمتك منى، واللي تحت اسميها عمتك داليا. ماشي يا عمة منى، شوفي بقى عايزاني أطبخيه، أنا نازلة معاكي طوالي. ونزلوا هما الاتنين على المطبخ. منى بصت لنجوى العروسة وقالت: هنطبخ طبيخ يا أختي، بس بقولك إيه، الأول اطلعي جيبي المفراك اللي بالكهرباء اللي عنديكي في الشقة. وهو انتوا مالكم ما تفركم كيف ما بتفركوا على طول قبل ما نتجوز؟ شوف البت، لا تكون يا بت هتبروزيه، مش انت جايبه العفش بالمهر اللي دفع اخوي؟ خلاص جيبيه وانت طالعه ابقي خديه معاكي، محدش هياخد منيه قطمه. والله اني مانيش مرتاحالك، بس هروح اجيبه. بتقولي حاجه يا مرات اخوي؟ لا يا عم منى، ما قلتش حاجه. وطلعت نجوى جابت المفرك اللي بالكهرباء ونزلت. جدعه يا بت، بقولك ايه، الشياطه اللي بتتحط تحت حله الرز عشان الرز ما يشتش، انا كنت شايفاها في عفشك. وايه اللي خلاكي تقلبي في عفشي اساسه يا عم منى؟ ما انتوا يا اختي لما فرشتوا العزال قبل ما انتي تاجي، اني خدت لفه كده في الشقه، قلت اشوفك جبتي ايه وما جبتيش ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، عايزه مني ايه تاني يا عم منى؟ تروحي تجيبي الشياطه دي عشان نجربوها ونشوفها بتشيط الرز ولا لا. حاضر يا عمه. طلعت البنت جابت الشياطه ونزلت على طول واديتها لمنى. تسلم الايادي يا مرات اخوي، خد يا بنتي يا داليا، بقولك ايه، انا كنت شايفه فوق عنديها المكنه اللي بخرطوا بيها البصل دي، اطلع انت هاتيها ولا تطلع انت يا منى؟ هو في ايه؟ هو انتوا عايزين كل حاجتي ولا ايه؟ ما تقطعوا البصل كيف ما بتقطعوا على طول؟ هو انتوا فاكريني شركة دهب للمنتجات المنزلية ولا ايه؟ اني كفاية عليا كده، وبعدين طلعتي ونزلتي كتير وما حبش حد يطلع شقتي. انتي طلعتي ونزلتي كتير واني همسح الكلام اللي بعديها. خلاص هنطلع البت داليا، قصدي عمتك داليا، تجيبها لو انتي ما قدراش عجزتي خلاص عادي، ما احنا بردك كيف خياتك. أنا لسه ما كملت الشهر جواز عنديكم عشان تنزليني أطبخ وأكنس وأمسح معاكم، عشان ما هتعملوش وقت وتطلعوا لي كمان فوق عشان مش هتخدموني، وجاية دلوقتي تقول إخواتي يجيكم البلا أنتوا وإخواتي. وفجأة بيرجع مجدي من الشغل، منى بدموع بتقول: تعالى يا مجدي يا أخوي، تعالى شوف المرمطة اللي إخواتك الولاية اتمرمطوها. مالك يا منى يا خيتي، مين زعلك عاد؟ مرتك يا خو، قلت لها اديني قطاعة البصل من عنديكي، قالت لي اني مش شركة دهب للمنتجات المنزلية عشان كل شوية تقولي لي هاتي حاجة. قلت لها احنا كيف اخواتك وتعشمنا فيكي، قاليه بتقول جاتكم البلا. طب خلاص يا منى ما تزعليش حالك، اني هديكي حق القطاعة تروحي انت تجيبيها بكرة. لا ما عايزاش القطاعة، أنا قلت نتشارك فتحس إنيها منينا، بس خلاص ما عايزاش حاجة، ما تسألنيش تاني بقى إيه اللي مزعلك عشان ما اشتكيش ليك من مرتك يا خو. حكيماني قلبي طيب، ما حبش أشكي من الحريم، لا تروح انت تطلقها ولا حاجة وتاجي في وشي واشيل ذنبها. مجدي طلع فوق لمراته وكان شايط نار، طبعا أول ما شافها عينيه كانت بتطق شرار. فيها إيه يعني لما تدي إخواتي
قطاعة البصل كانت هتخس حتة اياك، ولو كنت اديتيها لاخواتي أنا كنت جبت لك غيرها. طب والله ما حصل الكلام ده، هي خدت المفراق، بعد كده خدت الشياطة بتاعة الرز، وبعد كده قالت القطاعة بتاعة البصل. واما قلت لها ما هطلعش تاني قالت اختك تطلع شقتك. كيف يعني اختك تطلع تبحبش في شقتي؟ بقول لك ايه، منى اختك دي حافظة عفشي اكتر مني، فين الخصوصية يا مجدي؟ معلش بقى، بالليل هنطلع ونتفسحوا عشان اصالحكم على بعض وراضيكم، واي حاجة اخواتي يطلبوها اديها لهم وانا هجيب لك غيرها. تسلم لي يا سيد الرجالة، بس برضك دي عفشي وانا منقياها بالحتة، وبعدين اخواتك لو عايزين حاجة جيب لهم هم، لكن حاجتي أنا ما عايزاش حد يمسكها عاد. بالليل كان مجدي ماشي ومنى ماسكة ايده اليمين وداليا ماسكة ايده الشمال، ونجوى مراته العروسة ماشية وراهم، ومجدي بيبص لها وبقول ما تهمي شوية يا نجوى، انت ماشية على قشر بيض ولا ايه؟ معلش يا جوزي، حاكم ما فيش ايد تالتة اعبط فيها زي ما اخواتك معبطيني في يدك، ايه انط اركب على ظهرك؟ منى ردت وقالت شوف قليلة الحياة بتقول ايه يا اخويا قدامنا، عايزك تشيلها وانت ماشي معانا؟ لا بس صاحب العقل يميز يا عمتي منى، وانت ما عندكيش مني واصل. وه وه وه، وليه عمتي بقى يا قليلة الحياة؟ سمعت يا مجدي مرتك بتقول لي ايه؟ معلش يا منى خلاص بقى عديها عاد. هعديها يا اخوي عشان اني عاقله. الا بص يا اخويا هناك، مش دي حماتك اللي بتشتري فاكهه هناك؟ نجوى بصت على الست وقالت امي ياما، ازيك ياما عامله كيف؟ الست سعاد حضنت نجوى وقالت اهلا يا حبيبتي، بقى هي دي الخروجه اللي خرجها لك عشان يفسحك؟ ما شايفكيش يعني بتتفسحي، يعني رميكي وراهم. معلش يا كبد امك، قلنا الحمد لله امه ميته ما هيبقى لكيش حما، يقوم يطلع لك حمتين مش حما واحده. منى بصت لحمات اخوها، مالها حماتها؟ شكل امك ما عجبناهاش احنا وليه؟ مجدي رد لا لا لا، هي بتتحدث مع بنتها يا منى. كيفك يا حماتي، عامله ايه؟ ان شاء الله تكوني بخير. اهلا يا حبيبي اخواتك، ان شاء الله انت تكون مبسوط. الحمد لله مبسوط. يلا يا نجوى خلينا نروح، ولا تحبي تقعدي مع امك؟ اني همشي يما، عايزه حاجه؟ لا يا عينين امك، روحي يا بنتي، يا عيني عليكي وعلى بختك المايل. مجدي بيبص لمراته وبيقول امك بتلجح في كلامها على ايه يا نجوى؟ منى ردت بسرعه بقول لك يا مجدي امسك الشنطه بتاعتي دي يا حبيبي، دقيقك دي عبال ما اجيب حاجه من المعرض واجي. طب ما ادخل معاكي يا خيتي اجيب لك اللي انت عايزاه؟ لا يعني نخيتك ان شاء الله ما عدمكش واصل، خد خليك انت وداليا هني واني هدخل. نجوى بتبص لجوزها انت كمان هتشيل لخيتك الشنطه؟ عشان ما امسكش يدك عاد. وفيها ايه يا نجوى، مش اخواتي البنات وانا الراجل بتاعهم؟ واني كمان يا مجدي على فكره انا عروستك اللي ما بقالهاش شهر متجوزه، وملحقني وراك وقاعد حاطط يد من هنا ويد من هنا، لو حد شافني بالمنظر ده الناس تقول عليا ايه، مغصوب على الجواز مني؟ لا يا بنت الناس، والله بس ابوي وامي ماتوا من زمان قوي، واخواتي دول ما عندهمش غير، واني ما عايزهمش يحسوا ان انتي خدتيني منيهم. مفيش راجل يرضي اهله مع مرته يتخانقوا كل دقيقة. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا عارف ان انتي اعجل من كده. ايوه يا اخوي، بس الراجل يرضى عادي لمرته يرميها الرمية اللي انت رميها لي؟ شكرا يا واد الاصول، انا ماشية وفايتاك. واه انت رايحة فين يا مجنونة؟ استني هنا. لا هروح اقعد في العربية، اني ماليش لازمة معاكم، ولا اقول لك ابقى بعد كده خليني في الدار احسن ما حد يشوفني ويقول عليا مجلولة القيمة. منى طلعت من المحل وطبعا سمعت اخر كلمتين. بتقول لك ايه يا اخويا البت دي، البت الجاحدة ما عايزاش اخونا يحط يده في يدنا، مستكترها علينا، عايزة تقطعه وتقطع غلاوته منينا. البت دي صفرة مش بتاعة عمار،
بقول لك ايه يا اخوي، البت دي لو مش كسرت لها ضلع هتتمرع عليك وما هنقدرش نلموها عاد. خلاص بقى يا منى، فضيناها سيرة، يلا بقى نمشي واكسروا الشر الليلة. وعدى كام يوم، وفي يوم نزلت نجوى علشان تشوف البيت هيتعمل فيه ايه. قربت منها منى وهي بتقول بنحنحة: بنت يا نوجة، صباح الخير، عاملة ايه النهاردة؟ عايزة ايه مني يا عم منى؟ اكسر الشر وقولي عايزة ايه على طول. واه يا بنت، انا بقول اندردش وحبة ونبقى خيات. ايوه، ماني فاكرة اخر مرة بقينا خيات فيها كان يوم الشياطة لما شعللت اخوك علي. واه، قطع لسانك، انا يا بنتي شعللت عليكي ولا انت اللي بتشعلليها علينا؟ قصروا يا عم منى، قولي عايزة نعمل ايه النهاردة، خلينا اقوم اخلص اللي وراي. الا بقول لك ايه يا بنت، سيبيكي من اي حاجة، انا كنت عايزة اسألك سؤال مهم قوي. هو انت يا بنتي ما حبلتيش؟ يوه، هو انا لحقت منيكم؟ ما انتوا شندلتوني وبهدلتوني وخليتوا شهر العسل عسل اسود عليا وعلى اللي جابوني، ما كملتش 20 يوم وسحلتوني معاكوا في الدار. شفتي بتتحدتي ويانا ازاي وتقولي مش صبايا معانا؟ انت عايزة مني ايه؟ ما تسيبيني في حالي بقى، اني لسه ما تنيلتش على عيني. ارتحتي؟ ايوه يعني ما تنيلتيش، قصدي ما حبلتيش ليه لغاية دلوقتي. اني اسمع العروسة تدخل من هني نحسبوا لها بالورقة والقلم 9 أشهر و9 أيام و9 ساعات، تلاقي العيل نازل يجري في الدار. لا والله، دي لما تبقى شاطرة زيك يا عم منى، انما اني خايبة وحزينة واني ما حبلتش زي كل الناس اللي ما بتحبلش على طول. قلتيلي يعني العيب مش من اخويا، يبقى العيب عنديكي، وانا بصراحة عايزة ابقى عمة الحرباية كيف ما يقولوا، وانت شكلك كده يا بت ارض بور ما هتخضريش واصل. لا اله الا الله، غوري من وشي يا عم منى وامشي من هنا، بدل ما اقوم اديكي باللي في رجلي وانحل شعراتك شعرة شعرة كيف ما بيريشوا البطة. واه، تديني باللي في رجلك بالشبشب يا جليلة الرباية يا عايبة. وهنا بيدخل مجدي: بس يا جماعة انتوا بتتخانقوا ليه؟ هو أنا كل ما اروح الشغل وعاود الاقيكم ماسكين في شواشي بعض؟ هلم اختك يا مجدي، حاكم كيلي طفح منيها. طب خلاص بقى يا منى، استهدي بالله. واه، هو ايه اللي خلاص يا منى؟ هي تعجل برضو اناني اغلط فيها؟ هي اللي بتقولك انها طفح منيها الكيل تقوم تقول لي اني اهدي يا منى، هو انا اللي طفح بيا ولا هي اللي طفح بيها؟ طب خلاص بقى سيبوا بعض احب على يدكم. لا يا مجدي، مش هسيب اختك ولازم اجيبها من شعرها، اختك المعفنه دي. واه واه واه، اسكت يا لساني، اسمعتي يا مجدي، مرتك بتقول عليا معفنه. بس عاد بقى، انا راجع من شغلي حالي مهدوم، انا لا عايزه ازعلكم ولا عايزه ازعل مرتي، كل شويه ارجع الاقيكم شبططين في بعض كيف الضراير. خلاص سكتنا اهو يا اخوي، ايه امها جايه تزورها، انا شايفاها من بعيد، خليها تشوف قله ادب بنتها وخليها تربيها. نجوى جريت عشان تفتح الباب لامها: اهلا يما، تعالي ادخل يما، وطي التلفزيون يا عم منى حبه خلينا نعرف نتحدث. لا ما بوطيش التلفزيون، أنا بسمع المسلسل بتاعي، عايزة أنا أضيع الحلقة عشان خاطر عينين أمك. الست سعاد ردت وقالت: من باب الأدب يا ست منى إنك تطفي التلفزيون وتيجي تقعدي معانا. وأني مالي يا خالة، واحدة وبنتها حاطين روسهم في روس بعض وقاعدين يتنجمروا على خلق الله، أني وليا مصلية الفرد بفرده وبصوم 2 وخميس و3 أيام في الشهر، يبقى ليه أقعد معاكم؟ واه، انت بتتكلمي عن ايه يا بنتي؟ عليا وعلى خيتي وعلى اخويا، اصلكم ملداش عليكم الحال من ساعة ما اخويا اتجوز بنتك وانتوا مش مهمليننا. امال ايه، عايزانا نطفش ولا بنتك تاخد اخويا وتروح بيت تاني؟ ما عايزينهوش يقعد معانا، مستطرين علينا اخوينا الحيلة يا جحدين. اتصدقي بالله يا بنتي يا منى ان انت ما تربيتيش. واه، أني يا مرة يا شايبة يا عايبة اللي ما تربيتش. نجوى
اتحمقت على أمها. بس يا عم منى قطع لسانك، تتكلمي وياي ماشي، لكن مع أمي لا، تقعد عوج وتتكلمي عدل. لا يا حبيبتي، أنا أقعد عوج وأتكلم وأنام عوج، وكمان أنام في الكلام. انت مالكيش دعوة، أمك لو عايزة تطلعيها غرفتك طلعيها يا أختي، إنما خلي بالك الضارب أوضتك بكل حاجة هني بفلوس أخويا وتعبه، أخويا اللي عايزة تحرمينا مني. أمال إيه ما انت طالعة لأمك. على فكرة بقى يا عم منى، انت كده بتغلطي في أمي، ومش هو ده واجب الضيافة. ليه يا أختي؟ ما احنا قعدناها على الكنبة، وروحي اعملي لها اللي انت عايزاه. بيت أخويا مليان خير، ما كانش موجود في بيت أبوكي. الست سعاد دمها غلي. خلاص يا بنتي، ما انتيش تتكلمي ولا ترد عليها، أنا معاودة بيتي يا نجوى، ولما تحبي تشوفيني يا بنتي ابقي تعالي شجري علي، إنما أني يحرم علي بيتك ما ادخلوا. وهنا بيدخل مجدي، ونجوى بتجري عليه بعد ما أمها بتمشي. الحقني يا مجدي، إخواتك مشوا من الدار، أنا كل اللي فات ده كوم، وكنت باجي على نفسي عشان خاطرك، عشان مش عايزة أزعلك، عشان شايفة إن مفيش في يدك حاجة، لكن دلوقتي توصل إنهم يكرشوا أمي من الدار؟ لا، أنا ما هتحملش واصل. أمي ما تجيش تزورني ويبقى حرمان عليا من أمي؟ لا، البيت اللي أمي تتكرش مني أنا كمان أمشي، لا إما تجيب لي بيت لحالي يا إما تطلقني يا مجدي. بس بقى أنا قلت لكم من الأول إن أنا ما أقدرش أحمل إخواتي البنات من يوم قراية الفاتحة. أيوة يا مجدي، وقتها كانوا عمالين يزغرطوا وفرحانين عم يرقصوا والحلوة اللي خدناها، ودلوقتي بقيت الكوخة اللي لبسناها. لا يا نجوى، داني لسه الصبح سامع أختي منى بتغني وتقول الحلوة اللي خدناها، بس مش عارف أنا لما بسيبكم بتشبطوا في بعض ليه. وقاعدة منى بتغني بصوت واطي: عامية ومش بتشوف، خدناها بالشلوت، جربة وعايزة صابون ولوف، الحلوة اللي خدناها واحنا اللي لبسناها. نجوى بصت لجوزها بعصبية: واه، اختك بتهزر يا مجدي وانت كمان بتهزر، هو ده وقت تهزروا فيه؟ بقول لك ايه يا مجدي، اني لا تجيب لي شقة واقعد لحالي، يا اما تروح لحالك واروح لحالي، ده اخر كلام عندي يا مجدي. بس يا خالتي، وقاعدة تقول ده امي ودي شقتي وده جوزي. شفتيش الأستاذة ريم مصطفى في مسلسل سيد الناس لما بقت تقول انت اللي قتلت ابني يا مجدي؟ اهي مرة اخوي عملت زيها، وقاعدة تقول دول مشوا امي يا مجدي، دول زعلوا امي يا مجدي. طب دلوقتي بقى انا عايز اسأل سؤال، مرات اخوكي مشيتيها ليه وتطلعي عندها الشقة وتفتشي في حاجاتها، وكل ما تشوفي حاجة عندها عجباكي تقولي لها هاتيها، والبيت طلعت ذوق واديتك مرة واتنين، عشان كده انت زدتي فيها. لعلمك بقى من يوم الست ما تدخل البيت ما بقاش بيت الراجل، بقى بيت الست وفي خصوصيات. وبكرة يا اختي لما تتجوزي وربنا يعدلها لك هتعرفي اللي انا بقوله كويس قوي، وتخرجوا انتوا واخوكوا تتفسحوا وتكيدوا في البيت. يا بنتي ده انت لو سوية انت واختك تفرحوا وتتفشخروا كده ان مرات اخوكي متعززة من يوم ما دخلت بيتكم، علشان حلاوة مرات اخوكي وهندمتها من كرامة اخوكي، انما انتوا بقى فاهمين غلط. وبعدين اخوكي ده كان بقاله 30 سنة يا اختي نايم في حضنك انت واختك، دلوقتي بقى عليه سكر ومكسرات. بقولك ايه يا منى، كهن الستات ده ما يدخلش عليا، ومادام جيتي لخالتك مبسوطة يبقى تسمعي الكلام وتعترفي انتي واختك عايزين تعيشوا دور الحموات على البيت وغيرانين منها، صح ولا مش صح؟ أنا كنت بقول يا خالة يعني ان احنا نبقى خيات والبيت يبقى واحد. لا يا اختي، البيت مش واحد، كل واحد له خصوصيته، وتبقوا اخوات وحبايب لما هي تبقى عايزة، مش بالغصب والافتراء عليها. قصر الكلام يا بت، تروحي لمرات اخوكي وتبوسي على راسها وتصلحيها هي واخوكي على بعض، وتقعدي كده معززة مكرمة في بيت اخوكي لحد لما يجيلك عدلك انتي واختك. خلي مرات اخوكي تحب قعدتكم
مش تتمنى ان انتوا تغوروا وتسخن اخوك عليكي ان اول عريس يجيلك يزقك ليه؟ عندك يا حاج يا خالة، والله العظيم يا خالة أني بحب أخويا جو، لكن كان كده نخلة طلعت في راسي لما شفت إنه بحبها وعمال يدلع فيها، وقلت لحالي أني لو سبته ليها هتاخد أخونا منينا وتقسيها علينا. يا حبيبتي ليه بس؟ أخوكي بيحبك لأنك أخته من دمه ومن لحمه، وحبه لمراته ما يتعارضش مع حبه ليكي أبدا. ولو أمك كانت عايشة الراجل بيحب أمه بطريقة واخواته وحب مراته بطريقة تانية، وبكرة لما تتجوزي هتعرفي اللي أنا بقولهولك. ها يا منى، النهاردة هتاخدي أختك داليا وتروحوا تصالحوا مرات أخوكي، موافقة يا حبيبتي؟ موافقة يا خالة، كأنك دلقتي عليا جرد المية ساقع وفوقتيني بكلامك. روحي يا خالة مبسوطة، إلهي تتستري دنيا وآخرة، إلهي يستر ولا ياكي. الله ينور عليك يا ست منى، عيدي بقى الدعوة تاني، ربنا يستر ولا ياكي. أنا يا أختي ولا ياحة، ما عندك الشاب حلوة كده فرع 250 سنتي صعيدي ولابس جلابية وحط الطبنجة في جيبه؟ يا لهوي يا خيتي سعيدة، عايزة واحد حط الطبنجة في جيبه ليه؟ يعني سبتي كل الصفات وجيتي على الطبنجة؟ يا اختي عايزة اتجوز كده راجل صعيدي حمش يشكمني ومشيني على العجين ما لخبطوش. يا اختي قول يا رب، مش لما لاقي اني وخيتي نبقى نلاقيلك. عموما اني هكتب اسمك في لستة الدعاوي اللي بدعيها، حاكم بلدنا فيها بنات كتير قوي، والمصيبة ان اللي بتطلق ما بتتجوزش تاني. الظاهر كده يا اختي غلو المعيشة مخلي الرجالة نفسها تتسد عن الجواز. لا يا ست منى، شوفي لي انت بس يا حبيبتي كده عريس واديني رقمه وانا هفتح نفسه على الجواز. بس يا بنتي يا قليلة الادب، روحي يا بنتي شوفي الشعر اللي كنت بتكتبيه يا بتاعت المانجا والعنب والموز. وانت يا ابني انزل بتتر النهاية، حاكم انا خلاص ضغطي عالي. وانتوا يا حبايب قبل ما تقفلوا الفيديو قولولي ايه رأيكم في الشعر بتاع البت سعيدة، تنفع ننزل لها كتاب في معرض الكتاب ولا ممكن نخسر؟